مين النهارده هيشتري كيلو اللحمه ب 400 جنيه بصدر بطه بس؟ هنعمل صينيه كبيره تكفي 8 افراد ويمكن اكتر كمان، وشويه لمسات وتكات بسيطه هنضيفهم على الصينيه، هتعلي من القيمه الغذائيه وهتخلي الطعم حدوته. عايزه اقولك ان ريحه الصينيه كانت قلب البيت، ولادي ما كانوش صابرين لما اخلص تصوير. عايزه اقولك حرفيا ان الصينيه اللي انا بدات فيها دي خلص نصها واكتر كمان اثناء التصوير بس. وهقول لك على طريقه كمان للبشاميل، انا متاكده انكم اول مره هتشوفوها على السوشيال ميديا اساسا، من غير ما نستخدم سمنه كتير ولا زيت كتير. لو اول مره بقى بتشوفوني، انا رنا ودي قناتي منوعات رنا رضا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، كمان تشتركوا في قناتي. ويلا حالا نبدا في فيديو النهارده، لكن نصلي على سيدنا محمد الاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه الصلاه والسلام. دلوقتي بقى نقدر نبدا في وصفه النهارده. انا عايزه اعمل صينيتين، الصينيه الواحده صدر البطه لوحده يكفي صينيه اللي هي الصينيه الكبيره، لكن انا كنت عايزه اعمل صينيتين، فعملت ميكس بقى بين الاتنين، ضربت صدر البطه مع صدر الفرخه، قطعتهم كده قطع صغيره وكمان ضربتهم في الكف. نروح بقى للبوتاجاز، صينيه كده على البوتاجاز، نزلت بحوالي 3 معالق من الزيت، وهنزل عليهم ب3 حبات كبار من البصل، هديهم تشويحه كده لمده دقيقه. اما بقى التوابل اللي انا ضفتها بس، لا هنزل باللحمه الاول، هنزل الاول كده باللحمه او بصدر البطه وصدر الفرخه اللي انا ضربتهم في الكب، هنزل بقى عليهم بالتوابل، معلقه كده من الملح ومعلقه من الفلفل الاسود البابريكا وتوابل اللحمه. ضيفي التوابل اللي انت حباها، عايزه تضيفي اكتر من كده براحتك، او عاوزه تقللي نوع ولا حاجه مش مشكله، ممكن تضيفي بس الفلفل الاسود والملح، وطبعا الملح ظبطيه حسب ذوقك. هديهم تقليبه كده واسيبهم يتشوحوا مع بعض لمده 5 دقايق. بعد كده هضيف عليهم 3 معالق من الصلصه، انا عايزه اكسر اللون ده، دايما بحب الحشو بتاع المكرونه البشاميل يكون لونه كده حلو، مش عايزاه يكون ابيض ومقيح. عشان اعلي بقى القيمه الغذائيه، نزلت كده ميكس من فلفل الالوان وجزرتين كبار بشرتهم، اولا بتخلي طعمها حلو، ثانيا بتعلي من القيمه الغذائيه. الوصفه دي يا جماعه اهم ميزه فيها ان هي كده كده صدور، ودايما الولاد بالذات او الاطفال بالذات مش بتحب تاكل الصدور وبتسيبها، زي حالاتي كده، ولادي مغلبيني في حكايه الصدور. الحاجه التانية ان هي اساسا يعني فيها كميه كده من الخضار، وعلى فكره تقدري تزودي كمان، انا شفت قبل كده الناس بتضيف كمان بسله على الحشو البشاميل، فضيف الخضار اللي انت تحبيه، سيبيها بقى تستوي، لو لقيتيها لسه ما استوتش ضيفي لها نص كوبايه ميه لحد ما تستوي. هنا جينا للمكرونه كده، ميه، حله مليانه ميه، هضيف فيها معلقتين زيت ومعلقه ملح وابدا اسلق المكرونه. الصينيه الكبيره بتاخد كيلو مكرونه، انا عملت كيلو مكرونه للصينيه الكبيره ونص للصينيه الصغيره. هنا بقى يا جماعه هاخد من ميه المكرونه، طبعا انا باخد بس بالمغرفه كده عشان قدام في الشاشه، لكن انا مسكت المصفى وحطيتها في الحله، حله كده على قد المصفى، وجيت مفضيه المكرونه كلها مره واحده، خدت حوالي لتر وربع كده من ميه سليق المكرونه، ونزلت هنا لتر من الحليب. يبقى البشاميل اللي انا هعمله للصينيتين هعمل لترين وربع، لتر لبن ولتر وربع من ميه سليق المكرونه. الصينيه الكبيره ضفت لها كيلو وربع سائل، يعني كيلو وربع بشاميل، والصينيه الصغيره كيلو. بعد كده بقى جبت 7 معالق كبار من الدقيق، هنزل بقى هنا بمعلقه كده صغيره من توابل اللحمه، معلقه ونص، معلقه نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والملح برده ظبطيه حسب ذوقك، ورقتين من اللورة، ورقتين اللورة دول يا جماعه بيفرقوا في الطعم قوي في البشاميل. هنا بقى ضفت معلقتين بس من السمنه، عايزه يعني ايه، يعني تدي سنه دسم كده في البشاميل. وعلى فكره لو مش عايزه تضيفي سمنه خالص ينفع ان احنا ما نضيفش. تخيلي بقى 7 معالق دول لو احنا بنعمل البشاميل بالطريقه التقليديه او بالطريقه اللي احنا دايما متعودين عليها، كان هياخد 8 معالق سمنه او 8 معالق زيت. شوفي احنا وفرنا قد ايه، 6 معالق بحالهم اتنازلنا او استغنينا عنهم في وصفه النهارده. بالتقليب بقى مستمر على نار هاديه لحد البشاميل ما ياخد القوام كده اللي هو المتوسط، مش تقيل قوي تلاقيه بيتضايق كده في الاكل، ولا خفيف زي الميه، بيكون زي الكريمه الخفيفه شويه، ده القوام المظبوط للبشاميل. يا دوب يبدا يغلي ونزله من على النار. جبت هنا بقى الصينيه بتاعتي، بدات ان انا ارص، انزل كده بطبقه من البشاميل، حوالي 3 مغارف بس كده بشاميل في القاع. انا بحب يا جماعه المكرونه بالبشاميل تكون غرقانه كده وشاربه بشاميل كتير. هجيب بقى طبقه بتكون متوسطه كده في قاع الصينيه،
طبعا الصينيه دي بتاخد كيلو، حط النص كيلو تحت والنص فوق. وهديها كمان سنه بشاميل. لقيت طبعا الدنيا بتتبهدل معايا كده وانا بعدي بالمغرفه، فجبت الطبق عشان ما بهدلش الدنيا. هجيب بقى اللحمه بتاعتنا اللي احنا عصجناها، او صدر البطه وصدر الفرخه. شايفين لونها يا جماعه رهيب، وعايزه اقول لك ان الريحه طالعه فعلا تجنن. ابني ما كانش صابر لما اخلص، قال لي يا ماما اعملي لي سندوتش منها، وفعلا عملت له. طعمها يا جماعه تحفه. دي بقى هسيبهم كده شويه، يعني دول انا بالمعيار كده يعني بالتقييم كده ان هو ده حوالي يعادل صدر الفرخه. يعني انا كده يعتبر خدت صدر البطه للصينيه الكبيره، وفي الحجم يعني هو كده كده اوريدي ان الاتنين محطوطين على بعض، بس يعني ككميه ان هو صدر البطه للصينيه الكبيره وصدر الفرخه للصينيه الصغيره. بدات انا احط طبقه كده كمان على الوش من فوق اللي هو يعتبر نص كيلو التاني، وحاولي تضغطي عليها كده بحيث ان هي تعمل في الصينيه، تسويها كده بايديكي في الصينيه. وهبدا ان انا اغطيها بكميه محترمه كده من البشاميل. حاولي تغطي المكرونه كلها وبالمعلقه كده بتسويها، ولو لقيتها محتاجه تاني احط كمان شويه. جبت بقى ربع كيلو من الجبنه الموزاريلا، وبدات ان انا اغطي الصينيه دي، وهسيب شويه صغيرين للصينيه التانية. على فكره لو مش عايزه تضيفي جبنه موزاريلا، هاتي بيضه واضربيها بسنه فلفل اسود، اضربيها كويس قوي بالشوكه وافرديها على وش الصينيه، بتكون برضو مظبوطه. يعني يا ده او ده، لو ما عندكش جبنه موزاريلا يمشي الحال ببيضه او بالطين لو عايزه تعلي القيمه الغذائيه اكتر. الصينيه التانية بقى جبت حبه المكرونه اللي فاضلين، هما بيعادلوا نص كيلو، نزلت عليهم بشويه اللحمه المفرومه اللي متعصجين. لقيتهم كده الشكل مش ظريف، قلت طب ما انا احطهم في الصينيه احسن، دي شكلها اظرف. وقلبتهم كده. طبعا كنت مشغله الفرن، ده حطيت الصينيه الالومنيوم على قاع الفرن لحد ما بدات غليان، وبعدين حطيتها على الشبكه هي والصينيه التانية في ريح بعض كده على الشبكه. حراره الفرن بدات يغلو بيها. ولما لقيت كده ان هي حوالي بعد مرور نص ساعه كده، وان المكرونه شربت كده من البشاميل وبقت كله تمام، ولعت الشوايه من فوق لحد ما اخدت اللون اللي انتوا شفتوه. على فكره المكرونه انا سلقاها تلتين سوا، التلت التاني بسيبه تستوي في الفرن، التلت الاخير المفروض بقى التلت التالت مش التاني. حبيت بقى البشاميل اللي اتبقوا حطيتهم على الوش ده. انا حبيت كده ان انا اقلب المكرونه على اللحمه. بصي يا جماعه فعلا كان طعمها احلى بكتير كمان من ان انت تحطي اللحمه في النص. دي كانت خطيره بجد يا جماعه، دي حبيتها قوي اكتر من الصينيه التانية كمان. بعد كده بقى هجيب باقي كميه الجبنه الموزاريلا وهضيفها على وش الصينيه، يعني ربع كيلو اعمل لي الصينيتين دول، وبجد كانت مظبوطه وطعمها فعلا يا جماعه تحفه. الصينيه الاولانيه طبعا كنت حطيتها بقى كده على قاع الفرن لما بدات تغلي واتشربت شويه، وبعدين حطيتها في النص بحيث ان هي تستوي براحتها يعني. بعد ما اخدت لون من فوق، عايز اقول لكم ان الريحه جباره بجد، الريحه تحفه. ولادي ما بقوش مصابرين لما اخلص تصوير، احنا عايزين يا ماما، احنا عايزين يا ماما، يا جماعه استنوا. لكن بصراحه انا عذراهم، ريحتها يا جماعه كانت قلب البيت كله يعني. وشوفوا حاجه بسيطه، صدر بطه بس او صدر فرخه بس، عمل وجبه، وكانت يعني وجبه غدا او وجبه عشاء، والكل اتعشى، وكانت وجبه طعمها فعلا حلو يعني، مش اي كلام ومش اي حاجه. ميكس الخضار اللي انا عملته ده بيعلي القيمه الغذائيه ومديها طعم ونكهه فعلا حلوه. اتمنى ان يكون الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. وانا اكتر حاجه ان انا مبسوطه بيها في فيديو النهارده ان هو يعني مكونات كلها بسيطه وكلها حاجات من البيت، مش هنحتاج ان احنا نروح نشتري اللحمه او ان احنا نستنى لسه لما يكون عندنا لحمه. لا يعني العمليه سهله خالص، لو بصدر فرخه او بصدر بطه هتعملي لاولادك المكرونه، وبالذات ان المكرونه البشاميل ده العشق للولاد كلهم، والاطفال كلهم بيموتوا فيها، وانا عن نفسي من ضمن الاطفال انا بعشق المكرونه البشاميل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه. هسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.